كنا بنستنى رؤية الهلال بفارغ الصبر طول شهر شعبان وإحنا بنعد الأيام، وكان فيه طقوس ما تتنسيش. أنا فاكرة كويس لما كنا نقعد قدام التلفزيون بالساعات عشان نسمع إعلان دار الإفتاء. كنا نستنى الشيخ جاد الحق الله يرحمه لما يطلع يقول: ثبت لدى دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان المبارك، والبيت كله يسقف ويهلل. وفاكرة في سنة 90 كان ناس بيقولوا الهلال باين وناس تانية بتقول لأ، وحصل خلاف بين المصريين والسعودية على أول يوم رمضان. قعدنا نناقش الموضوع ده ساعات وساعات. كان المذيع يقول بكرة رمضان، وفي نشرة تانية يقولوا لنا لأ بعد بكرة، لكن في الآخر المهم كنا بنمشي على كلام دار الإفتاء المصرية. يا ولادي كان في تقليد حلو قوي، كلنا بنخرج ننزل نبارك للناس في الشارع. كان الولاد بيعلقوا الزينة والفوانيس في الشارع كله، والمسحراتي بتاعنا في الحارة عم سيد الله يرحمه كان بيصحينا كل ليلة بطبلته وصوته الجميل. كان بيغني للناس: اصحى يا نايم ووحد الدايم، رمضان كريم الله الله. أول يوم رمضان كان لازم نبعت برقيات تهنئة لكل الأقارب والمعارف. دلوقتي بقى كلها مسجات وواتساب، لكن زمان كانت البرقية ليها قيمة ومعنى. كمان مسألة صلاة التراويح دي كانت حاجة عظيمة. كنا البنات والستات ونروح المسجد، والشباب والرجالة يروحوا المسجد الكبير اللي بيكون فيه الشيخ المشهور. يا رمضان التسعينات كان له طعم تاني خالص. رمضان دلوقتي برضو حلو، بس زمان كان الناس قلوبها أقرب لبعض. كنا صحيح ما فيش عندنا كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي، بس كان في فرحة حقيقية ومشاركة بين الناس. أول يوم رمضان خدت على نفسي عهد إن أول يوم رمضان لازم يكون سفرة تفرح القلب وتفتح النفس. كل حاجة لازم تكون متخططة كويس. أول حاجة كنت بطلع البطة من التلاجة، أغسلها كويس قوي بالملح والليمون وأنضفها واحدة واحدة وأنا بقول بسم الله. بعدين أحطها تتسلق في حلة كبيرة مع بصلة مقطعة وورق لورا وحبهين. والله الريحة دي كانت بتملي بيت كله. وفي نفس الوقت كنت ببدأ أجهز المحشي. كنت بفرد ورق الكرنب قدامي على الترابيزة بعد ما اسلقه، وأبدأ أحشي رز متعصفر بالصلصة والبصل المقلي والتوابل. ربنا يعلم الريحة كانت تخلي الواحد يجوع وهو صايم. والبطة لما تستوي كنت بطلعها واسيبها تبرد شوية، وبعدين أدخلها الفرن عشان تتحمر. قبل المغرب بشوية كنت بقطع السلطة: طماطم وخيار وجرجير وبصل خفيف مع رشة ملح وليمون. وما كنتش بنسى العصاير أبدا، عصير بلح باللبن وكمان عصير برتقان فريش عشان العيال كانوا بيحبوه قوي. وقبل الأذان بدقايق السفرة كانت بتبقى متظبطة ومتجهزة، ولما الأذان بيأذن كنت بمسك التمرة وأقول الدعاء: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبقول الحمد لله اللي بلغنا رمضان. ياه على الفرحة دي. بعد الفطار كنا بنصلي المغرب، وبعدين كنت بدخل المطبخ تاني عشان الحلو بقى. كنت بقعد أحشي القطايف بالمكسرات وجوز الهند، وأحط الكنافة في الصينية وأدخلها الفرن، وأعمل الشربات على النار، سكر ومية وليمون، وأسيبه يغلي لحد ما يبقى تقيل شوية. وبعدين أطلع الكنافة وأسقيها، وأقلي شوية قطايف وأسقيهم شربات برضه، ولا يمتلئ البيت بريحة الحلويات الرمضانية. تعرفوا كنا بنصلي العشاء وبعدين نروح نصلي التراويح في المسجد اللي جنبنا. الجامع كان بيبقى مليان نور وصوت الإمام يهدي القلب. لما نرجع البيت كنا بنقعد أنا وجوزي وبنتي وابني في الصالة، وقدامنا طبق كنافة وطبق قطايف، ناكل حتة ونتكلم ونضحك. وكان في عادة حلوة قوي، بعد ما ناكل الحلو كنا بننزل نقعد شوية في الشارع. الجو كان بيبقى لطيف والعيال ماسكين الفوانيس وبيغنوا وبيجروا. بعد ما نرجع البيت كنت ببدأ أحضر السحور، بطلع كيس فول من اللي كنت مفرزاه وكيس طعمية،
بقرصها بإيدي وأحمرها، وبعمل بطاطس صوابع متحمرة عشان العيال كانوا بيحبوها. نتسحر مع بعض، وبعد أذان الفجر نصلي، وبعدها كنت بقعد دقيقة كده أبص للبيت وهو هادي في نور الفجر الخافت وأقول الحمد لله. وكده يا أحبائي، دي كانت ذكرياتي مع أول يوم رمضان، وإزاي كان الروتين بتاعي في تجهيز الفطار. الحنين لأيام زمان بيفضل في القلب ولا بينقطع، وفي كل رمضان بفتكر الناس اللي راحوا وسابونا، والذكريات الحلوة اللي ملونة أيامنا. رمضان كريم يا أحبابي، وكل سنة وانتوا طيبين. ما تنسوش تدعولي. هحكي لكم عن تاني يوم رمضان من السنين اللي فاتت دي. أصلي الفجر وبعدين أقعد أقرأ وردي من القرآن الكريم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وبعدين شوية من سورة البقرة. كنت باخد وقتي وأنا بقرأ، مش مستعجلة على حاجة. وبعدين أبدأ أقول أذكار الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. كنت بقولها كلمة كلمة، حرف حرف. وبعدين أبدأ شغل البيت على طول، أكنس وأمسح الأرض بالراحة عشان محدش يصحى، أنظف المطبخ وأرتب الحاجات. كنت بحب شغل البيت في الصيام قوي، مش عارفة ليه، يمكن عشان بيخليني أحس إني بعمل حاجة مفيدة لأسرتي وأنا صايمة. كان في بركة في الوقت زمان، مش عارفة إزاي كنت بلحق كل ده. والحاجة الحلوة اللي كنا بنعملها زمان إن تاني يوم رمضان كنا بناكل من بواقي أول يوم. ده كان تقليد عندنا في البيت من زمان قوي، ورثناه لأمهاتنا وستاتنا. كانوا بيقولوا إن ده بركة واحترام للنعمة اللي ربنا أنعم علينا بيها. يعني أي أكل الطبخ أول يوم لازم نخلصه تاني يوم، ما ينفعش نرميه أو نطبخ حاجة جديدة ونسيبه. دي النعمة يا ولاد، والنعمة ما تترمي. قبل المغرب بساعتين 3 كنت ببدأ أجهز للإفطار. أدخل المطبخ وأنا براحتي، مفيش استعجال. أطلع المحشي من التلاجة وأحطه في حلة على النار بشوية مرقة خفيفة وغطيها عشان تسخن كويس وما تنشفش، وأحط نص البطة في صينية الفرن الصاج بتاعتنا القديمة، وأدهنها بشوية سمنة بلدي عشان تتحمر كويس وتبقى مقرمشة. وكنت بحب أعمل حاجة جديدة جنب الأكل البايت، يعني طبق صغير كده يزود البركة ويحلي السفرة. غالبا كنت بعمل سلطة طحينة، طبق سهل وبسيط وبيمشي مع كل حاجة. كنت بجيب طبق عميق وأحط فيه معلقتين طحينة كبار وأعصر عليهم ليمونة، وأحط معلقة خل صغيرة وشوية ملح وفص ثوم مهروس وشوية كمون، وأقلبهم كويس قوي لحد ما يبقوا خليط متجانس محشي. وساعات كنت بعمل شوربة خضار خفيفة، أغسل شوية جزر وكوسة وبصل وبطاطس وأقطعهم مكعبات صغيرة وأحطهم في حلة فيها شوية زيت وأقلبهم شوية، وبعدين أحط عليهم مية وأسيبهم يستووا. ولما يستووا أضيف شوية شعرية وملح وفلفل أسود، وقبل ما أطفي النار أحط شوية كزبرة خضرة مفرومة. كانت الشوربة دي بتفتح النفس بعد يوم صيام وبتحضر المعدة للأكل. بعد ما الأكل يخلص تسخين وتحضير أبدأ أرتب السفرة. كنت بفرش مفرش مخصوص للسفرة مطرز بالألوان ومكتوب عليه صحة وهنا، كان من جهاز فرحي. وكنت برتب الأطباق بحب وحنية كأنها سفرة جديدة مش بواقي من امبارح. أحط المحشي في طبق كبير مزخرف، وأحط البط في طبق تاني مستطيل، وأحط الشوربة في بولة عميقة، وأحط الطحينة في طبق صغير، وبعدين أجيب العيش البلدي اللي لسه سخن من الفرن. وكمان كنت بحط إبريق المية المتلج في نص السفرة، وجنبه شوية تمر بلدي وكوبايات العصير البرتقال الطازج اللي كنت بعصره من بدري. ولما أسمع صوت المدفع وأذان المغرب ينادي الله أكبر الله أكبر، كنت بحس إن قلبي بيرفرف من الفرحة. وكنت أنا وجوزي وولادي نقول دعاء الإفطار سوا: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وبعدين نبدأ بالتمر وكوباية المية وبعدين الشوربة. كانت لحظات مليانة سعادة وراحة نفسية. إحساس الرضا والبركة ده ما بيتوصفش.
وطبعا بعد الفطار على طول نصلي المغرب، وبعد ما نخلص الصلاة كنت بقعد أقرأ شوية قرآن تاني أو أسبح واستغفر. كان رمضان كله عبادة وتأمل وسكينة. وبعدين نجهز نفسنا واخد ولادي وننزل المسجد اللي في آخر الشارع. كان المسجد صغير بس جميل، والناس كلها بتعرف بعض كأننا عيلة واحدة كبيرة. والإمام كان صوته جميل قوي وهو بيقرأ القرآن، كان عنده خشوع بيخلي اللي بيسمعه يعيط من جمال التلاوة. وإحساس السكينة اللي كان بيغمرنا وإحنا بنصلي التراويح ده ما بيتنسيش. كل واحد واقف بيناجي ربه، القلوب كلها متوجهة لخالقها. يا سلام على الأيام دي. وبعد صلاة التراويح بروح بيهم نزور خالتي زينب. كانت ست كبيرة في السن، أكبر مني ب20 سنة تقريبا، وكانت عايشة لوحدها في بيت صغير قريب مننا. والشارع في رمضان بالليل كان له منظر تاني خالص، الفوانيس متعلقة على البيوت، والدكاكين فاتحة بتبيع الحلويات، وريحة الكنافة والقطايف منتشرة في الحتة كلها، والعيال بتجري وتلعب بالفوانيس، والناس كلها في الشارع بتتمشى وتزور بعضها. كان زمن الطيبة والبساطة. نروح لخالتي زينب نلاقيها مستنيانا، تفرح قوي لما تشوفنا. أهلا أهلا بالغاليين، نورتوا البيت. وندخل نقعد معاها في الصالون الصغير بتاعها، وتعمل لنا شاي بالنعناع، وتطلع لنا شوية بسكويت عاملاهم بإيديها. وكانت دايما تحب تقعد مع الأطفال وتحكي لهم حكايات زمان، وكانت تنصحني دايما نصايح من دهب. ومرة قالت لي جملة عمري ما نسيتها: يا بنتي، البركة في الرضا، والبيت اللي فيه رضا عمره ما يجوع. كانت كلمات بسيطة بس حكمة السنين كلها، وفضلت الجملة دي معايا طول عمري، في الحلو والمر والفرح والحزن، حتى لما بقيت وست كبيرة وجدة. وبعدين نرجع على البيت، الدنيا تكون هديت شوية، والعيال يبقوا تعبانين وعاوزين يناموا. أحطهم يناموا، وبعدين أحضر سحور بسيط. كان السحور عندنا غالبا فول مدمس بالزيت والليمون، وشوية جبنة قريش، وبيض مسلوق، وشاي، حاجات خفيفة على المعدة ومغذية بتقوي الجسم طول نهار الصيام. وقبل الفجر بشوية كنت أصحي جوزي وولادي للسحور، ناكل سوا في هدوء، وبعدين أقول أذكار المساء وأستغفر شوية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وكانت لحظات الهدوء دي من أجمل لحظات اليوم كله، اللحظات اللي الإنسان بيبقى فيها قريب من ربه، بيشعر بالسكينة والراحة اللي ملهاش مثيل. وكنت بختم يومي دايما بدعاء كنت بحبه قوي: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلني ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ياه يا ولادي، دي كانت أيام حلوة قوي، أيام البساطة والرضا. رمضان زمان كان غير، مش عشان الأكل ولا الشرب، لكن عشان القلوب كانت قريبة من بعضها، والناس كانت بتحب بعضها بجد. الله يرجعنا الأيام زمان، ويرزقكم برمضانات كتير وانتم في صحة وسعادة. كفاية النهاردة كده، الله يسعدكم يا أحبابي ويحفظكم من كل شر. يا حبايبي، المشروبات الرمضانية دي كانت مش بس مشروبات، كانت طقوس، كانت جزء من روح الشهر. كنت بحضرها بحب وصبر، وكنت بحس إني بعمل حاجة مهمة، حاجة بتفرح البيت كله. كنت بقوم من بعد صلاة الظهر وألبس المريالة دي، المريالة الزرقاء اللي كانت معايا من سنين، وأقول بسم الله وأبدأ. أبدأ بإيه؟ أبدأ بالكركديه. يا حبايبي، الكركديه ده مش بس مشروب، ده ذكرى، ده لون وريحة وطعم مرتبطين عندي برمضان من زمان. كنت بجيبه من العطار اللي في آخر الشارع، الحاج أبو محمود ربنا يرحمه. كان عنده دكان صغير بس فيه كل حاجة:
وكان بيعرف إني باجي في أول رمضان أخد الكركديه والخروب والتمر هندي وكل الحاجات دي، وكان بيبتسم لما يشوفني ويقول: أهلا يا حاجة، رمضان كريم، جاية تاخدي العدة؟ وكنت بضحك وأقوله: إيه غيره يا حاج؟ الكركديه كان بيجي في كيس ورق بني، وكان لونه أحمر غامق جميل زي ورد الجور اللي بيتجفف، وكانت ريحته حامضة خفيفة، ريحة طبيعية نظيفة بتحسسك إنك بتشم حاجة من الأرض، من الطبيعة. كنت بجيبه البيت واغسله كويس، بغسله بمية بارد واشيل أي تراب أو حاجة، وكنت بحب أشوفه وأنا بغسله، اللون الأحمر ده بيبدأ يطلع في المية من أول لمسة. وبعدين كنت بحطه في إبريق كبير، إبريق الزجاج الكبير اللي كان جهازي من أمي، وصب عليه مية بارد ساقعة من التلاجة، وكنت بسيبه ينقع من بعد الظهر للمغرب، ساعات 4 أو 5، وكنت بمر عليه من وقت لوقت وأبص عليه وأشوف اللون بيتغير. في الأول بيبقى وردي خفيف، وبعدين بيتعمق، وبعدين بيبقى أحمر غامق جميل زي الياقوت، زي الجوهرة، وكنت بحس إن في سحر بيحصل في الإبريق ده. لما بيجي وقت الأذان بساعة كنت بصفيه بمنخل ناعم، وكنت بحب أشوف الكركديه وهو بيتصفى، اللون الأحمر الجميل ده بيتدفق. وبعدين كنت بحط السكر، وده كان الفن بتاعي، مش كتير ومش قليل، وكنت بحطه في التلاجة يبرد، وكنت بحط فيه شوية مية ورد أحيانا، بس شوية بس عشان ما يغلبش الطعم الأصلي. والعيال كانوا بيحبوه جدا، كانوا بيقفوا جنب التلاجة من قبل الأذان بنص ساعة وبيبصوا على الإبريق. طب بعد الكركديه خليني أحكي لكم عن الخروب. الخروب يا حبايبي ده مشروب ما كانش الناس بتعرفه كويس دلوقتي، بس في زمان كان من أهم مشروبات رمضان، وكان عندي طريقة خاصة في عمله، طريقة اتعلمتها من أمي، وأمي اتعلمتها من جدتي. الخروب بيجي على شكل قطع سودة زي الخشب، صلبة، وريحته حلوة غريبة، فيها حاجة زي الكراميل، وفيها حاجة زي التراب الطيب، وفيها حاجة تانية مش قادرة أوصفها، ريحة قديمة، ريحة أصيلة. كنت بغسله الأول كويس، وبعدين كنت بحط في الحلة شوية سكر على نار هادية، وكنت بسيبه يتكرمل، وده كان الجزء اللي بحبه أكتر. كنت بقف جنب الحلة وأشوف السكر بيبدأ يدوب، وبيبدأ لونه يتغير من الأبيض للأصفر للذهبي للبني، وريحة الكراميل بتملى المطبخ كله، ريحة حلوة ودافية بتحسسك بالدفى والأمان. لما السكر يبقى كراميل كويس كنت بحط الخروب وأقلبه مع الكراميل، وكانت الريحة تتضاعف، ريحة الكراميل مع ريحة الخروب، يا سلام، كنت بحس إن المطبخ كله بيتعطر. وبعدين كنت بصب مية سخنة، وكنت بسيبه يغلي على نار هادية، وكنت بسمع صوت الغليان الهادي ده، وكنت بحس بالرضا، حاجة بتتعمل صح، حاجة بتتعمل بحب. كنت بسيبه يغلي لمدة كويسة لحد ما المية تاخد طعم الخروب كله، وبعدين كنت بصفيه وحط فيه شوية سكر تاني لو محتاج، واسيبه يبرد، وكنت بحطه في إبريق تاني. طب دلوقتي خليني أحكي لكم عن قمر الدين. قمر الدين يا حبايبي اسمه حلو زي طعمه، قمر الدين، كأن القمر نفسه نزل وبقى مشروب. قمر الدين بيجي على شكل لوح برتقاني اللون، مضغوط وناشف، وريحته المشمش الحلو، ريحة الصيف والفاكهة والحلاوة. وكنت بحب أشمه لما بفتح الورقة اللي هو ملفوف فيها. كنت بقطعه بالسكين لقطع صغيرة، وكنت بحطه في طاسة فيها مية سخنة، مش مية بتغلي، مية سخنة بس، وكنت بسيبه ينقع ويدوب. وكنت بشوفه وهو بيدوب اللون البرتقاني بيتحرر في المية، وبيبدأ المية تتلون بلون جميل. وبعد ما بيدوب كويس كنت بضربه المضرب اليدوي مش الخلاط الكهربائي، كنت بضربه بإيدي لحد ما يبقى ناعم ومتجانس من غير كتل. وبعدين كنت بحط السكر وأقلب وأتذوق وأظبط،
قمر الدين محتاج سكر أقل من غيره لأن هو نفسه حلو. أحكي لكم عن التمر باللبن. كنت بختار التمر بعناية، مش أي تمر. كنت بختار التمر الطري، التمر اللي لونه بني غامق ولامع، التمر اللي لما تمسكه بيبقى لين تحت صوابعك. كنت بجيبه من عند الحج اللي بيبيع التمر في السوق، وكان عنده أنواع كتير، وكنت بتذوق قبل ما اشتري. وكان بيضحك ويقول يا حجة كل سنة نفس الكلام، وكنت بقوله وكل سنة هختار الأحسن يا حج. كنت بشيل النواة من كل تمرة بإيدي واحدة واحدة، وكنت بحط التمر في الكوباية، وبعدين كنت بصب عليه لبن دافي، مش بارد ومش ساخن، دافي، عشان اللبن البارد بيصدم الجسم بعد الصيام، واللبن الساخن بيبقى تقيل. الدافي هو الصح. وكنت بسيبه شوية يتنقع، التمر بيمص اللبن ويبقى أحلى. السوبيا كانت بتيجي على شكل بودرة بيضة، وكنت بجيبها من العطار برضو، وكانت ريحتها حلوة، ريحة الأرز والفانيليا مع بعض. كنت بحط البودرة في إبريق كبير وأضيف عليها مية باردة وأقلب كويس جدا لحد ما البودرة تدوب خالص ومفيش كتل. وكنت بحط السكر وأقلب وأتذوق، وبعدين كنت بحط الفانيليا، شوية فانيليا بس عشان تضيف عليها عطر خفيف حلو، وكنت بحطها في التلاجة تبرد. السوبيا لازم تبقى باردة عشان تبقى زاكية. طعم بسيط بس بيحسسك بالبهجة. وأنا بقول لكم اعملوا المشروبات دي بإيديكم ولو مرة واحدة. اعملوا الكركديه، اعملوا الخروب، اعملوا قمر الدين وزينوه بجوز الهند، اعملوا التمر باللبن واعملوا السوبيا وشوفوا فرحة العيال. اعملوا ده مع بعض، مع أولادكم، مع أحفادكم، عشان الذكريات الحلوة مش بتتعمل لوحدها، بتتعمل مع بعض. ربنا يكرمكم يا حبايبي، ورمضان كريم عليكم وعلى كل بيوتكم. وأنا شكراكم إنكم سمعتوني، وإنكم خلتوني أرجع لأيام حلوة جدا في قلبي، أيام ما بتتنسيش، أيام مليانة بركة وحب ولمة. قبل الفجر كنت بقوم أعمل السحور للعيلة، وبعد الفجر بعد ما بيصلوا كنت بقعد أفكر النهاردة هعمل إيه للإفطار، مين هيجي، مين هدعوه، لأن في رمضان البيت مش بيفضل فاضي، دايما في ناس، دايما في ضيوف. العزومات في رمضان كانت حاجة تانية خالص، مش بس أكل، كانت فرحة، كانت ناس بتيجي وبتقعد وبتتكلم وبتضحك وبتحكي. التلفزيون كان موجود أيوة، بس مش زي دلوقتي. كنا بنشوف مسلسل أو 2 بعد الإفطار، وبعدين الكلام والسهر مع بعض. طب خليني أحكي لك على العزومة الكبيرة. كنت بعمل عزومة كبيرة في رمضان تقريبا في النص بتاعه، بدعو أهل جوزي وأهلي. الأكل كان لازم يكون كتير ومتنوع، ومش أي أكل، أكل بيتي حقيقي اللي بتحس إنه اتعمل بإيد وبحب. وأنا هحكي لك على كل أكلة بالتفصيل عشان أنت تعرف إزاي كانت بتتعمل، مش بس الوصفة، لأ، هحكي لك على الجو اللي كانت بتتعمل فيه. هبدأ بالمحشي. المحشي ده كان فخر البيت. لما الناس بتيجي وبتشوف صينية المحشي بتعرف إن في ست شاطرة في المطبخ. كنت بعمل محشي كرنب ومحشي ورق عنب، الاتنين في نفس اليوم، وده كان شغل يوم كامل يا ابني. الحشو، وده المهم، كنت بعمله من رز مصري، مش أي رز، رز مصري أبيض ناعم. كنت بنقيه كويس وبغسله وبسيبه يصفى، وبعدين بضيف عليه طماطم متسبكة، يعني طماطم بتقطعيها صغيرة صغيرة وبتعصريها شوية عشان تطلع المية الزيادة. الطماطم دي بتدي الرز لون وطعم جميل جدا. وبعدين بقدونس طازة مفروم ناعم، وشبت مفروم كمان. الشبت ده سر المحشي يا ابني، ناس كتير بتنساه أو بتقول مش مهم، بس أنا بقولك الشبت هو اللي بيدي المحشي الريحة دي الحلوة. وبعدين ملح وفلفل وشوية زيت، وبخلط كل ده كويس بإيدي. إيدي مش معلقة، إيدي بتحس بالرز وبتعرف لما يبقى تمام. وبسيبه على نار هادية. لما بيطلع المحشي من الحلة ريحته بتملى البيت كله. طب دلوقتي الجلاش باللحمة المفرومة، ده كان من الأكلات اللي الولاد بيحبوها جدا. كنت بجيب عجينة الجلاش من السوق، الرقاق الرفيع ده،
وكنت بعمل حشو من لحمة مفرومة بتقلبها في الطاسة مع بصل مفروم وزيت لحد ما تتحمر وتنضج، وبضيف عليها ملح وفلفل وبهارات، وبعدين بسيبها تبرد شوية. وبعدين بفرد ورقة الجلاش وبحط عليها اللحمة وبلفها، وبرصها في الصينية وبدهنها سمنة أو زبدة، وبحطها في الفرن لحد ما تتحمر وتبقى بنية ومقرمشة. لما بتطلع من الفرن بتبقى ذهبية اللون وريحتها بتجنن. الولاد كانوا بيقفوا جنب الفرن ينتظروا. والفتة، الفتة دي كانت الأكلة اللي لما بتيجي على المايدة الناس بتعرف إن العزومة دي مش عزومة عادية. الفتة بتاعتي كانت مشهورة في الحتة كلها. كنت بعمل فتة لحمة. كنت بسلق اللحمة من الصبح الباكر، لحمة ضاني كويسة، بسلقها مع بصلة وورق لورا وبهارات لحد ما تبقى طرية جدا. المرق اللي بيطلع من اللحمة ده هو أساس الفتة. وبعدين بقلي خبز بلدي قديم في الزيت أو السمن لحد ما يتحمر ويبقى مقرمش، وبرصه في الصينية الكبيرة. وبعدين بعمل صلصة الطماطم، بقلي طماطم مع توم وخل وكمون. الخل ده مهم جدا في الفتة، بيدي الحموضة اللي بتميزها. طب السلطة الخضراء ده كان لازم يكون على كل مايدة، مش سلطة معقدة، سلطة بسيطة بس طازة ومبهجة. كنت بقطع طماطم وخيار وفلفل أخضر وبصل أخضر، وبعدين بضيف عليها ملح وليمون وزيت زيتون، وبعدين بقدونس مفروم فوق. السلطة دي كانت بتجيب الفرحة على المايدة بلونها الأخضر والأحمر. وكنت بعمل طاجن بامية باللحمة، ده كان من الأكلات اللي بتاخد وقت بس تستاهل. كنت بقلي البامية الأول في زيت لحد ما تتحمر شوية، وبعدين بقلي لحمة مكعبات مع بصل وتوم، وبضيف طماطم مفرومة وصلصة طماطم، وبعدين بحط البامية فوق اللحمة وبضيف شوية مرق وبسيبه يتطبخ على نار هادية. سر الطاجن إنك ما تحركيش البامية وانتي بتطبخيها، لو حركتيها هتتكسر وهتبقى زي العجينة. لازم تسيبيها تطبخ لوحدها. وفي الآخر بضيف كزبرة خضرة فوق. وصينية البطاطس بالفراخ دي كانت الأكلة اللي الأطفال بيحبوها أكتر حاجة. كنت بقطع بطاطس كبيرة وبحطها في الصينية، وبعدين بحط فراخ فوقيها. الفراخ كنت بتبلها من الليل بتتبيلة من توم وليمون وكمون وكركم وملح وفلفل وزيت، وبسيبها الليل كله تتبل. وبعدين بحط الفراخ فوق البطاطس في الصينية وبضيف شوية مرق أو مية وبحطها في الفرن. الفرن كان بيشتغل 2 ساعات أو أكتر لحد ما الفراخ تتحمر من فوق والبطاطس تنضج وتتشرب طعم الفراخ. لما بتطلع من الفرن بتبقى ذهبية اللون والريحة بتملى البيت كله. وأنا لوحدي في المطبخ كنت بحس إني بعمل حاجة مهمة، بعمل فرحة للناس اللي بحبهم. الضيوف كانوا بييجوا قبل الأذان بشوية، الستات بييجوا يساعدوا في المطبخ، وده كان جزء من الفرحة. الستات بتتكلم وبتضحك وبتحكي وهم بيساعدوا، والأطفال بيجروا في كل حتة. ولما بيجي الأذان الكل بيسكت، حتى الأطفال. الأذان كان بيجي من التلفزيون ومن المسجد اللي قريب من البيت، وكنا بنسمع الاتنين مع بعض. وكان في لحظة صمت جميلة قبل ما حد يأكل، وبعدين بنبدأ بالتمر والمية، وبعدين الأكل على الميضة كانت فرحة تانية. الناس بتاكل وبتتكلم وبتضحك، وكنت أنا بقعد وبتفرج عليهم وبحس بسعادة مش ممكن أوصفها. لما بشوف الناس بتاكل وبتقول يا سلام، ده كان أحلى جايزة ممكن أخدها. وبعد الأكل كنا بنقعد مع بعض، بنشرب شاي وقهوة وبنتكلم. الكلام في رمضان كان كلام تاني، ناس بتحكي ذكريات، ناس بتتكلم عن الدين، ناس بتضحك على حاجات قديمة. وكنا بنسمع مسلسل على التلفزيون. في التسعينات كانت في مسلسلات حلوة جدا وكنا بنتكلم عنها مع بعض. الولاد كانوا صغيرين في التسعينات وكانوا بيحبوا رمضان جدا، كانوا بيصوموا نص يوم أو يوم كامل وهم صغيرين، وكانوا بيفرحوا لما بيكملوا الصيام. وكنت بعمل لهم حاجة خاصة يحبوها جزاء على صيامهم. وبقولك إيه، الأكل مش بس أكل، الأكل ده حب.
لما بتعملي أكل لناس بتحبيهم بتحطي فيه روحك، وده اللي بيفرق بين أكل البيت وأي أكل تاني. أكل البيت فيه حاجة مش ممكن تشتريها أو تلاقيها في أي حتة تانية. وبقولك كمان، الضيافة دي مش بس إنك بتاكل مع ناس، الضيافة دي إنك بتفتح بيتك وقلبك للناس، إنك بتقول للناس انتم مرحب بيكم هنا، انتم مهمين عندي. الأيام دي راحت وما رجعتش، بس الحمد لله إني عشتها وحسيت بيها. وبقولك لو عندك فرصة تعمل عزومة في رمضان اعملها، مش لازم تبقى كبيرة أو فيها أكل كتير، المهم إنك تجمع الناس اللي بتحبهم وتقعد معاهم وتاكل معاهم، ده هو المعنى الحقيقي لرمضان. وأنا بقولك لو حبيت تعمل أي أكلة من اللي حكيت لك عنها اعملها، مش لازم تبقى زي بتاعتي بالظبط، كل ست عندها سرها في المطبخ، بس المهم إنك تعمليها بحب وبصبر، والأكل اللي بيتعمل بحب بيبين. شكرا إنك سمعتني، وشكرا إنك خلتني أرجع لأيام حلوة كنت ناسياها. ربنا يرحم اللي راحوا ويحفظ اللي موجودين، ورمضان كريم على كل مسلم في كل حتة في الدنيا، وربنا يجمعنا دايما على خير.